اهلا بكم اعزائي المشاهدين، يسعدنا ان نلتقي مع واحد من نجوم زمن كرة القدم الحلو. الحقيقة كان لاعب حريف قوي بشهادة كل محبيه هنا في الاسكندرية، وهو الكابتن الحن نجم النادي الاولمبي السكندري في الزمن الجميل. الكابتن حن نجم الزمن الجميل في الاولمبي، اهلا بك يا كابتن حن. اهلا بيك يا اخو خالد، شرفت ونورت اليوم. كابتن حن، يعني تاريخك في الاولمبي الحمد لله الكل بيشيد فيه هنا ما شاء الله. رحلة انتقال الحن الى النادي الاولمبي السكندري. انا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الاول. برضه بندي نبذه للمشاهدين، يعني ما يعرفش مثلا مين هو الحن. يعني فزور انا ولدت في وترعرعت في مدينه كفر الدوار. تمام. وكفر الدوار بالنسبه لي هي العشق يعني. طبعا كفر الدوار بلد جميله واهلها وناس يعني مع احترامي لكل المدن اللي في مصر كلها. طبعا احنا مصريين طبعا ما شاء الله علينا حاجه جميله يعني. زي اي شاب صغير لعبت كره شراب. طبعا هناك كان عندنا كبار قوي كنا بنختار بيهم واحنا صغيرين، بنقعد نتفرج عليهم ونشوفهم. كانوا مثل اعلى ليك. فعندنا امثله كتير قوي. حسن شحاته يعني قبل حسن شحاته. طبعا كان في برضه مع كابتن حسن شحاته في نادي الغزل. الاول كان في المصري وكان في الشباب وكان في المصري ده، كان في حسن رجب وكان في تغييري ده. دول في كفر الدوار كل دول. كان في لعيبه نجوم كبار، والشباب كان في صف الله كان عايز ما شاء الله. يوسف سرير الله يرحمه كان حارس مرمى جميل. وكان في ساحه كفر الدوار، مركز كفر الدوار كان غني بالنجوم. كيف انتقلت يا كابتن حن للنادي الاولمبي السكندري؟ يعني انا كنت وانا صغير كان كتير قوي كانوا يشوفوا مثلا ايه، بشوفك عندك موهبه. ففي ناس كتيره يعني اتكلموا معايا ايه، نروح ونختبروا في النادي الاهلي. بالظبط. فجمعنا مجموعه كده وبعتوا بالجريده بتاعت النادي الاهلي، وبالفعل رحنا النادي الاهلي. معايا لعيبه كويسه برضه، ما شاء الله احسن مني كمان. كان في محمد ضفدع، كان في عبد رجب، كان في عاطف ابو طالب كان حارس مرمى برضه. كان احمد ناجي معايا. احمد ناجي. احمد ناجي كابتن احمد ناجي طبعا احمد متربي معايا. احمد طبعا الكابتن احمد ناجي يا جماعه حارس مرمى النادي الاهلي السابق. احنا مع بعض من الصغر مع احمد من قبل ما نخش. فكان الانتقال الاولمبي اول ماتش للكابتن حن في النادي الاولمبي السكندري في الدوري العام. هو انا جيت صدفه صدف غريبه معايا ان انا جيت في اول اسبوع للنادي الاولمبي، فاتمرنت تمرينه. كان الحاج شتا رحمه الله عليه يعني جميل يعني. طيب هو خدني شافني في نادي الغزل كنت بتمرن. فمجموعه شباب قالوا له ان ده لعيب كويس وهيروح الاهلي يعني وكده. شوف قال لهم هاتوه. شافني قال لي طبعا اوديك الاولمبي. كنت انا بحب الاولمبي الصراحه. طبعا الاولمبي نادي بحب الاولمبي. الاولمبي تاريخ، الاولمبي نادي كبير، نادي جميل طبعا. يعني اللي ما يعرفش تاريخ الاولمبي انا بزعل الشباب الصغير في النادي نادي كبير مش عارفين يعني النادي كبير قوي قوي يعني. والنادي فضله عند بعض ربنا علينا طبعا كتير. وكان في اجيال حاجه جميله يعني. اول ماتش بقى فجيت النادي اول اسبوع يعني هناخدها بالتدريج عشان برضه المشاهد يبقى عارف القصه ماشيه ازاي. تمام. اتمرنت تمرينه مع كابتن مسعد الله يرحمه. كان ناشئين تحت 17 سنه. انا كان عندي حوالي 16 سنه. فمضوني في نفس اليوم. في نفس الاسبوع لعبت ماتش رسمي مع الناشئين قبل ماتش الفريق الاول. جبت حوالي 4 تجوان في المباراه ديت. فالناس بتقول مين ولا ده، يعني عرفوني واسمي ايه وكده. ده اسمه حن من كفر الدوار. كان بيقولوا حن بعد كده اتحولت يعني. ففي نفس الاسبوع رحت منتخب اسكندريه. قعدت في منتخب القناه. كسبنا منتخب 1-0 في اسكندريه. كان معايا جيل جميل. جبت انا جيل جميل ما يتنساش يعني بالنسبه لي. ذكرى حلوه. تمام. وفي نفس الاسبوع كابتن بدر عبد الفتاح الله يرحمه مدرب كبير جدا يعني، شخصيه جميله. لقيته واخدني مع الفريق الاول. اتمرنت نفس الاسبوع تمرينه. وكان ماتش الاسماعيلي يوم الجمعه. اتمرنت يوم الاربعاء ورحت معاهم المعسكر. فانا مش مصدق نفسي. اللعيبه ديت انا كنت بتفرج عليهم في التلفزيون هتلعب معاهم ازاي. لا وكانوا لعيبه عباقره تزامل معاهم يعني. كان النادي ده